عرف على ذلك من مستشاره القانوني، المستشار القانوني لحملة أحمد شفيق، الأستاذ يحيى قدري. أولا أهلا بك أستاذ يحيى. هل جاءت النتيجة كما كنتم تتوقعون في الساعات الأخيرة؟ هل كانت لديكم مؤشرات على أن النتيجة ستأتي بهذا الشكل؟ قولا واحدا ما جاتش كما نتوقع، ولكن جت على رغبة الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم. يعني أنتم تعترفون تماما بهذه النتيجة ولا ليس لديكم أوجه اعتراض عليها؟ ليس هناك أحد في مصر سوف يعترض على نتيجة أصدرتها لجنة قضائية عليا بهذا الشكل، وهذه هي الديمقراطية حتى لو لم نكن متعودين عليها. طيب، خلال الأيام الماضية تحدثت الحملة عدة مرات عن أن الأرقام التي لديها تثبت أن أحمد شفيق هو الذي فاز. الآن بدا واضحا من الأرقام التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أن محمد مرسي الذي أعلنت حملته عن أرقامها في البداية، جاءت هذه الأرقام مقاربة تماما لما أعلنت عنه اللجنة العليا. يبقى الحساب بتاع حملة الدكتور مرسي كان أكثر دقة من الحساب الذي كان مع حملة الفريق أحمد شفيق. طيب، هل إذا كان الأمر كذلك هل كان من اللائق أن لا يحدث هذا الارتباك طوال الأيام الماضية إذا كنتم لم تكونوا متأكدين من دقة الأرقام التي لديكم؟ مقصود إيه كلمة الارتباك اللي أنت بتتكلم فيها؟ الارتباك عندما تقولون أننا نحن الفائزون بهذه الانتخابات. هل تقديم الطعون وهو حق للطاعن يعد بمثابة ارتباك؟ لا، ليس تقديم الطعون. عندما يخرج أحمد شفيق ويقول أنني واثق أنني الرئيس المقبل ولدي الأوراق التي تثبت ذلك. هنا اللي أنا الحقيقة متعجب من سؤال حضرتك، لأنه ليس من اللائق عندما تنتهي الانتخابات بفوز أحد المرشحين أن نناقش ما كان يعتقد المرشح الآخر. طيب. وإلا أصبحت القضية قضية تشفية وانتقام وسؤال وإيه وقال ليه، ده شيء غير مقبول في الديمقراطية. طيب. وبشكل ما أعتقدش أن حضرتك في طريقتك في هذا السؤال محق فيه. لا، هو السؤال في الحقيقة لأن أنتم اتهمتم الجهة الأخرى بأنها تتعمد إرباك المواطنين، لكن على كل حال دعنا ننتقل إلى نقطة أخرى. طب تفضل. أن يوضع الأمر في نصابه. تفضل. ألم تتهموا الفريق الآخر بأنه يربك الناخبين؟ أنا عاوز أقول كلمة واحدة، إحنا في ديمقراطية، الديمقراطية ليست استمرار في إعادة استجرار السابق ومحاولة وضعه على الترابيزة دائما، وده شيء غير. أنت هل بترغب أن يرفض اللي انتخبوا الفريق شفيق 12 مليون و400؟ هل أنت متصور أن 12 مليون و400 ممكن يقفوا يتشككوا في هذا الكلام؟ ولا آن الأوان لأن نستجيب لفكرة الديمقراطية بشكلها الصحيح، مش بسؤال أنتوا كنتوا بتقولوا كده ليه وما بتقولوش كده ليه؟ طيب، هل تتوقع أن يخرج أحمد شفيق بكلمة خلال الساعات المقبلة؟ أتوقع أنه لازم هيعمل كده، بس لا أتوقع أكثر منه أن يلتزم الإعلام بأن هناك ديمقراطية ولازم يتم التعامل فيها. طيب. كفاية كده الخطر عشان مصر. شكرا جزيلا لك أستاذ يحيى.